صباح الوطن الجميل، صباح الجو، صباح فخري، صباح محمد شاكر. صباح النور. شو اخبارك؟ انت محمد نايم لهسه؟ لا يا زلمة. الضباب بالمطار والدنيا وين؟ بعرف، لا بالعكس احنا متواصلين معهم انا على مدار متأكد. الساعة. شو هاي ثاني اخبار؟ ليلة طبعا المطار في اليوم صار في، كان معنا مدير الملكية الان، وصار مم. في تأخير بالطائرات بالرحلات عشان موضوع الضباب. دائما طبعا تنخفض حاليا. لنا محطة احنا في داخل مطار الملك علي الدولي، نعم. تقريبا نزل إلى 70 أو 60 متر فقط بدل الرؤية الأفقية. دائما عقب تأثرنا بمنخفضات جوية نتأثر بما يسمى بالضباب الإشعاعي. نعم. هو الضباب الناتج عن فقدان درجات الحرارة درجات الحرارة بشكل سريع الأرض، فبصير في عندنا ضباب. ودائما معروف في منطقة زيزيا مطار الملك علي الدولي هي مناطق رطبة في المملكة. صحيح. ومن أكثر المناطق ضبابا على فكرة، يعني أكثر من المرتفعات الجبلية حتى. نعم. طيب محمد، بدي أسأل كل واحد بيسألني أنا على أساس إنه أنا متنبئ جوي شكلي أنا هيك عن بعطي العاصفة الروسية. عن العاصفة الروسية، كأنه العاصفة الروسية وفي عاصفة ب 25 شهر، يوم 25 شهر راح تكون مشمسة. ربما تكون شمس كاملا الأجواء. يعني هلا بدي أرجعك بالزمن للسنة الماضية. تفضل. إذا تسمح لي. تفضل. السنة الماضية كنا نحكي عن بعد ما أليكسا إجت إنه في عاصفة أقوى من أليكسا وثلوج، وقعدنا نعاني. حتى إذا بتذكر طلعنا على الهواء وقعدنا نحكي إنه ما في شيء، كل شوي نطلع نحكي ما في شيء. صحيح. ومرة طلعنا 90 يوم بدون حتى مطر. نعم. الآن يعني ربما إن ظل نثير الشائعات، مش قادر أفهم لأنه ما في هدف. يعني لا هي ترويج لجهة معينة ولا هي ترويج لشخص معين ولا نعم. شائعة فاقد المضمون تنتشر بين الناس. أنا بتمنى من الناس إنه يوقفوا نشر هاي الشائعات. عندنا دائرة أرصاد جوية عريقة، عندنا مواقع كويسة وعم تقدم أحوال جوية صحيحة. ليش عم نتجه إنه ننشر الشائعات وهي عارفين إنه إحنا بيننا وبين حالنا إنها غلط؟ نعم. طيب يعني بالكلام بكلام أبو حرفين، ما في عاصفة، ما في عاصفة، ما في يعني ما في خلينا نحكي شيء مهم. حتى وصولنا ل 30 أو 31 شهر واحد، هسه بصير يقول لك ما بواحد الشهر في شيء. طيب بالمنظور اللي انتم شايفينه، متى متى راح يكون في عدم استقرار جوي؟ يعني احنا اول عدم استقرار او اضطرابات جويه ممكن تقترب من المملكه، احنا نسميها اضطرابات جويه او عدم استقرار جوي، راح يكون مع نهايه الشهر ب 30 31 1 2 بدايه شباط. هذه الاحوال الجويه تعود مره ثانيه لمملكه الاجواء الممطره. دائما احنا استاذ هاني بنفوت بفتره ما يسمى ب استقرار جوي كل يعني يجي لنا احنا احوال جويه غير مستقره، امطار وثلوج على المملكه. بعدها تقريبا بتمر فتره 10 ايام اجواء مستقره، تستقر الاجواء حتى تجينا مره اخرى موجه جديده اللي هي بنهايه واحد عدن. لما نحكي موجه جديده هذا لا يعني ثلوج عادي. نعم. فصل شتاء نستقبل الامطار وكل شيء. يعني هي مشكله كمان دكتور تسمح لي، انا مثلا بحكي انه في منخفض ممكن يكون بنهايه الشهر، خلص صار عندنا مرتبط موضوع المنخفض بانه ثلج. نعم. هو ما له دخل في بعض. المنخفض قد يكون ممطر. طيب يعني هلا كم من يوم جايات دفع، احكي لي شو الجو اللي هلا الاجواء يعني اجمالا يعني احنا الجزء علينا الليل الماضي اجواء بارده وتشكل صقيع في العديد من المناطق، لكن احنا متوقعين الايام القادمه يصير في عندنا ارتفاع يعني تدريجي على درجات الحراره. راح تكون درجات الحراره حتى مع يوم الجمعه والسبت تميل للدفء، خاصه في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبه. درجه الحراره سريعا احكي لك عليها: يوم الثلاثاء 15 تقريبا، الاربعاء 17، الخميس حتى بتوصل 17، الجمعه 16 درجه، يوم السبت 18 درجه مئويه. فالاجواء حتى نهايه الاسبوع، عطله نهايه الاسبوع القادم، اجواء جميله ولطيفه في اغلب المناطق. ربما تنخفض درجات الحراره مره اخرى يوم الاحد المقبل، بتنزل لحوالي 13 درجه مئويه واجواء شوي بترجع برد، لكن رح نشعر انه في دفء بالاجواء مع نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. يعني نعم ان شاء الله. المربعانيه حتى بالنسبه لموضوع الضباب في منطقه مطار الملك علي الدولي، يعني نعتقد انه الليله القادمه فرصه الضباب تصبح اضعف طبعا، كوننا نصبح نتعرض لرياح اكثر جفافا من الرياح الحاليه وتيارات اكثر جفافا. وخلال عطله هذا الاسبوع تصبح فرصه للضباب بمنطقه مطار الملك علي اجمالا يعني اضعف من ما هو عليه خلال هذول اليومين اللي كانوا الماضيات. نعم. وكما ذكرت لك دكتور انه الاجواء راح تكون بالعكس لطيفه وجميله دافئة نهايه الاسبوع الحالي. محمد متى المربعانيه بتخلص؟ هي ب1/2. 1/2 بنحس في تغير انه المربعانيه بتاثر بالبرد؟ هلا هي اكثر نوع من التقويم، يعني هي التقويم تاريخ اكثر من كونه هي متعلقه بشكل مباشر. نعم. وهي يعني اكثر شيء احصائيا. يعني
وجدوا انه في فتره ال40 يوم اللي هي تمتد من 23 او 22 12 حتى 1/2 هي الابرد احصائيا على مدار العام. هذا لا يعني انه تكون هاي الفتره او ما بعد هذه الفتره ادفأ او ما شابه، لكن في مثلا عندنا معروف بقول لك شباط ما عليه رباط، يعني معروف انه لما نفوت ببخمسينيه الشتاء تصبح الاجواء في شهر شباط اكثر، مش بس شباط، في كثير مسؤولين، يوم برد شديد، يوم ثلج، يوم شمس. فاحنا نتوقع استمرار تاثر المملكه حتى نهايه فصل الشتاء الحالي بالمنخفضات الجويه، وزي ما تحدثنا سابقا هناك دكتور بدايه الشتاء انه هاي احنا متوقعين يكون الموسم المطري اعلى من المعدلات، واداء الموسم المطري حقيقه بحمد الله رائع جدا في اغلب مناطق المملكه. والجيد وطبعا والحمد لله عليه بانه هذا العام هذا الموسم المطر شامل مختلف المناطق، ما لدينا مناطق محصوره عن مناطق اخرى. الاداء الموسم المطري في كافه مناطق شمال ووسط جنوب حتى اجزاء من الشرق هو اداء رائع جدا وممتاز. انا بقول مش بس شباط اللي ما عليه رباط، في برضه بعض المسؤولين وبعض النواب وبعض برضه ما عليهم رباط. ما هذا برضه اسمع برضه تاثر بالجو على كل الاحوال. شكرا محمد الشاكر الجميل، محمد الشاكر دائما الرائع. تحياتي، مستمرين معكم في وسط البلد.